كل سنة وانتم طيبين. هنعمل بقى حبة مشروبات رمضانية ما بنستغناش عنها وموجودة في كل بيت. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وهنعمل حاجات جديدة في ناس كتير ما بتعرفهاش. ان شاء الله المشروبات تعجبكم وتجربوها وتقولي لي رأيكم ايه. وكل سنة وانتم طيبين. بصوا هنعمل بقى ايه البرتقال بالجزر، وهنعمل التمر هندي والكركديه، وهنعمل خروب، ودي مانجا. ان شاء الله تجربوا بقى كل الحاجات دهية وتقولي لي رأيكم ايه. هنحط هنا هوت معانا حلة على النار، هنحط كوبايتين خروب مجروش وعليهم كوباية سكر. طبعا السكر ده حسب احتياج كل واحد، يعني احنا مش بنحب الحاجة مسكرة قوي. في ناس ممكن تحط كوباية ونص، كوبايتين، حسب احتياجكم امتى. نسيب كده هوت لغاية ما السكر يبدأ يسيح. نبدأ بقى ايه نقلب فيه كده هوت بالراحة ونجيب من الجناب. بصوا زي ما انتوا شايفين، اوعوا تصبوه بقى كده هوت، ما تقلبهوش عشان السكر ما يتحرقش ويمرر معاكم الخروب. بعد كده لازم بقى كل اما تلاقوا السكر ساح ايدكم فيه بقى ما تسيبوهوش خالص. وفي نفس الوقت بصوا اهو يبقى لونه ذهبي مش لونه اغمق من كده هيمرر، ويكون معاكم ميه سخنه. التكه بقى هنا هوت ان انتوا لما تحطوا الميه السخنه هتلاقوا الخروب كده هو سايح، مش هيقفش ويكتل، لا. لكن لو ميه ساقعه هتلاقوه كتل وكده ويقعد مده عبال ما يسيح. لكن انا بحوريك اهوت، بصوا ولا حاجه كتلت ولا حاجه قفشت ولا اي حاجه. بس نزود بقى الميه عشان نسيبه يغلي شويه ويطلع كل الخلاصه اللي فيه. ريحته بقى ولا اروع بقى بصراحة يعني. بصوا ولونه هو حلو يعني وما اتحرقش. اهم حاجة اللون الذهبي المغمق شوية، بلاش تعملوه مسود على اساس هيبوظ لكم الخروب خالص. ونسيبه بقى يغلي، ولو في ريم فوق الوش تطلعوه عشان يبقى الخروب كده رايق وكده. ادينا ملينا كل الحلة هوت مية، ونسيبه بقى يغلي شوية، وبعد كده هوت زي ما انتوا شايفين نصفيه. بس كده عملنا الخروب وبقى زي الفل. نحطه بقى في اكياس في التلاجة في ازايز يعني وتستعملوه بعد كده. هنا بقى معانا حلة تانية، هنحط كوباية كوباية ايه عناب. هنحط كوباية عناب ومعاها نص لفة تمر هندي. بص هناخدهم شطفة كده بسرعة عشان لو فيهم تراب ولا حاجة وكده. اهم حاجة تجيبوا العناب الزهرة الحلوة الكبيرة كده هو. بصوا شطفتين كده هوت وبس خلاص. ما تدعكوش تفضلوا تدعكوا بايدكم تطلعوا يعني الخلاصة بتاعت العناب، لا. بصوا معانا حلة تانية بقى، هنحط فيها بقى بعد ما شطفناهم كده في حلة ونسيبهم بقى ايه يغلوا. يا ريت بقى لو عندكم وقت تسيبوهم يتنقعوا قبل ما تغلوهم، تسيبوهم يتنقعوا. يا سلام بقى، بتبقى في منتهى الجمال. الطريقة دي حلوة قوي ومحدش كتير بيعرفها، اللي هي الكركديه مع التمر الهندي. بيدي تيست رائع في الطعم بصراحة. جربوها الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم جدا. بصوا سيبوها برضو تغلي شويه لغايه ما تطلع كل الخلاصه وعبال ما وتبرد. وبعد كده هوت برضو تصفوه وتصفوا الكركديه. طبعا كلنا عارفين بنصفي ازاي، وخاصه التمر الهندي. بصوا بتصفوه وتفضلوا تعصروا بقى في التمر الهندي وكده هو، وتشطفوه بحبه ميه هيطلع كل الخلاصه اللي فيه. بصوا زي ما انا بوريكم كده، يعني دي حاجة لازم عشان تطلع كل الخلاصة اللي هي في التمر الهندي. بصوا تشطفوا كده بحبة مية عشان يطلع البهريز بتاعه كله. وبصراحة بيبقى التست بتاعه في منتهى الروعة. حبيتوا بقى تزودوا سكر عن اللي احنا حطيناه، زودوا. طبعا السكر ده حسب الحاجة. بصوا بقى حلو ازاي اهو، بقى رايق وجميل. طلعنا كل الخلاصة اللي كانت في التمر الهندي والخروب. تالت حاجة هنعمل اللي هي قمر الدين. انا قلت في الاول ان انا هعمل مانجا، ده طلع قمر الدين. هنعمل بقى قمر الدين. طبعا عندنا كمية مية وهنحط نص لفة قمر الدين تغلي وكده هو.
وبعد كده هوت ممكن تضربوه بقى في الخلاط بالهاند بلندر وتعملوه. طبعا احنا يعني اللي عايز برضو السكر ده حسب الحاجة، يعني تحطوا سكر تحطوا، احنا ما بنحبش الحاجة مسكرة قوي. فبصوا بعد ما غلى غلوتين، طبعا لما بتغلوه في ناس تضربه كده او تنقعه كده هو، لكن لا، اما تنقعوه وتاخدوه غلوة كده بيتقل، بتحسوا ان القوام بقى تقيل شوية بتاع قمر الدين. بصوا جميل، هتشوفوه كده وانا بصبه هيبقى في القوام بتاعه حلو قوي. جربوا الطريقة دهية وقولولي. هنعمل بقى ايه الجزر اهو. بصوا الجزر ونحط عليه عشان الجزرة تسكر كده هو، نحط عليه كوباية سكر ونسيبها تغلي معاها، بتبقى حلوة قوي، تدي طعم للجزرة حلو، ما يبقاش ليها ريحة كده هو، لا بتسكر الجزرة، ولما نضربها مع البرتقان ما بتبانش وكده هو، بيبقى الطعم حلو قوي البرتقان بصراحة. بصوا طبعا لازم نغسل البرتقان كله، وانا هعصره عندي العصارة، هنعصر البرتقان، بس انا بوريكم ايه ان احنا لازم نغسل البرتقان اهو. غسلنا البرتقان ونشفناه، هنقطع بقى ونعصر بقى البرتقان، وبعد كده نضربه برضو مع الجزر. حلو قوي البرتقان مع الجزر، انا جمعت لكم كل العصاير كده مع بعض، كلهم مع بعض. بصوا العصارة دي حلوة قوي، بتسهل علينا كتير. طبعا لازم تطلعوا برضو كل العصارة اللي في البرتقان بصراحة. بصوا انا بوريكم اهو ان انتوا ايه تحاولوا كده طلعوا كل اللي فيها. هنعصر بقى الكمية اللي عندنا كده البرتقان، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه اهو. هنا عصرنا كل الكمية اللي عندنا اهو زي ما انتوا شايفين. هنحط عليها بقى الجزر بقى، وبرضه هنضربهم في الخلاط. ادي الجزر اهو، ننشفه خالص يكون استوي خالص. وطبعا احنا ما تنسوش ان احنا حاطين عليه السكر برضه، اللي عايز يزود كمية السكر يزودها. وادي هنحط على كل، يعني هم دول ما يجوش ربع كيلو جزر على كمية البرتقان اللي عندنا. بصوا هنعصرهم بقى، نضربهم مع بعض في الخلاط، بس نضربهم ضرب حلو، واللي عايز يصفيهم بعد كده يصفيهم يعني. بس هي بصراحة لو الخلاط حلو بيضربهم زي الفل. وبعد كده هنصب بقى كل المشروبات اللي عندنا. بصوا كمان لونه عطاله لون حلو قوي بصراحة الجزر. بصوا وطعمه كمان ولا احلى. طبعا السكر زي ما انا قلت لكم. هنصب بقى المشروبات بتاعتنا ان شاء الله كلها تعجبكم. ادي ده الجزر بالبرتقال، وادي ده التمر الهندي بالكركديه. بصوا قوامه جميل ولونه حلو ولا احلى بصراحة. يعني الفيديو يستاهل منكم لايك واشتراك وشير كمان. ده بصوا الخروب، بصوا لونه جميل قوي قوي قوي. ليه؟ عشان طلعناه باللون ما حرقناش السكر. وادي اهوت القمر الدين، يعني حبة مشروبات في منتهى الجمال وسلام بقى لو كانت ساقعة. بصوا الجمال. بصوا قمر الدين بقى زي ما انا قلت لكم كان تقيل ازاي وانتوا بتصبوه. وادي التمر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.